ماذا صنع السيستاني؟ بعد سقوط النظام الطاغوتي في العراق برزت ظاهرة كبيرة حري بنا أن نتابعها وندرسها بشكل حثيث ودقيق. هذه الظاهرة صنعها السيستاني بهدوء وحكمة ونظرة عميقة لواقع الطاقات الإيجابية الكامنة في المجتمع العراقي. السيستاني المعروف بسعة معلوماته وغزير تجربته المتزامنة مع طول عمره ودقة تدبيره للأمور وقراءته الدقيقة للتاريخ واستشرافه للمستقبل، استطاع تشخيص نقاط القوة الموجودة بين ثنايا هذا المجتمع، ومن ثم توجيهها باتجاه خلق حالة إبداعية متميزة وفريدة من نوعها. هذه النقاط الإيجابية والتي تمثل نقاط قوة ارتكاز تتمثل في كون هذا المجتمع يتصف بخصائص إيجابية ورائعة وخلاق حبه للكرم والشجاعة والهمة العالية والغيرة والدين بشكل قد لا تجد له نظير بهذا المستوى في مجتمع آخر. السيستاني استطاع دمج هذه القيم في مشروع مجتمعي عالي الجهوزية، حاضرا في الأزمات، مستعدا لكل طارئ. هذا المشروع استطاع توظيف الطاقات وشحذ روح العمل التطوعي وتنمية بذور الخير في المجتمع العراقي لغرض كسب الثمار الإيجابية التي تخدم العراقيين وتعزز حالة التراحم والتعاطف والترابط بينهم. هذا المشروع المجتمعي ظهرت أولى ملامحه في إيواء النازحين من عصابات داعش الإجرامية بين أهلهم في مناطق الوسط والجنوب، لتبدأ المرحلة الأهم والأعقد في تاريخ هذا المشروع، وهي مرحلة عمليات الدعم لقطاعات المجاهدين بكل ما تطلبه ساحة المعركة من غذاء ودواء وغطاء. رسمت الملامح الواضحة لهذا المشروع الكبير، حيث تأسست قوى مجتمعية تهيئة ومستعدة في كل زمان ومكان، لا يمنعها من العمل حرارة الصيف أو برودة الشتاء أو قلة المال. بعد هذه المرحلة دخلت مرحلة مشابهة لها، لكن من نوع آخر، تمثلت في دعم المظاهرات المطلبية الرامية إلى الإصلاح السياسي، ومن ثم استفحال جائحة كورونا وعجز الحكومة عن مواجهتها بشكل كامل، مما استدعى أن تكون هذه القوى المجتمعية رديفاً لمؤسسات الدولة الصحية والوقائية في مكافحة الوباء. وأيضاً كانت لفتوى التكافل الأثر الكبير في رفع حالة الضيق والشحة في الرزق عن العوائل المتعففة والمحدودة الدخل. واليوم وبعد نزوح الشعب اللبناني الشقيق من جراء الدمار الذي خلفه الكيان الإرهابي المدعوم من قوى الإرهاب الدولي، انطلقت فتوى الإغاثة لتكون البلسم الشافي لجراح اللبنانيين وتكون السند والعضد والعون لهم في أزمتهم الحالية، فكان العراقيون عنوانا للأهل والوطن الحقيقي. كل هذا صنعه السيستاني بعدة كلمات تصدر تستثير ملامح الدين والشجاعة والكرم في هذا الشعب المحترم. فيحق لنا أن نسمي هذا العمل بالعمل الإبداعي الكبير الذي أسسه السيستاني العظيم الكبير.